إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فمر معنا في الخطبة المتقدمة الكلام حول قبول الأعمال، وأن الأعمال لا تكون صالحة إلا بشرطين اثنين، ولا تقبل إلا بهما. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، ومر معنا وتقدم الكلام على هذا الشرط. وأما الشرط الثاني عباد الله، فهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون العمل موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون العمل على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون العامل متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بل إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم في غير ما آية: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فقرن الله عز وجل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعته. دل ذلك عباد الله على أن العمل لا يقبل إلا إذا كان فيه العبد طائعا لله عز وجل وطائعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا بموافقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم سبب لحلول العقوبة بالمخالف، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قال: الفتنة
الشرك، أي أن العبد إذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيكون سبب مخالفته أن يبتلى بالشرك، أن يقع في الشرك والعياذ بالله، أن يقع في الشرك والعياذ بالله. فلذلك من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون حطبا لجهنم، يكون مأواه جهنم، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وهذا قبله قال النبي صلى الله عليه وسلم أي في هذا الحديث: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فإننا عباد الله مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ومنهيون عن الابتداع. نعم عباد الله، منهيون عن الابتداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل الدين وبين لنا وأقام علينا الحجة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل يا رسول الله ويا نبي الله محمد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل لا يحتاج إلى أن يأتي آخر بشيء لم يأتي في كتاب الله عز وجل ولم يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أو من حديث صحابي آخر قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لنا شيئا إلا وترك لنا فيه علما. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لنا شيئا ولا طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك لنا منه علما. فالذي يأتي بشيء لم يأت به النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ هذا الشيء وأنه أنقص، وهذا افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد بلغ البلاغ المبين وأدى الأمانة ونصح الأمة ورفع الله عز وجل به الغمة وبلغ البلاغ المبين. فمن أتى بشيء جديد فإنه يرد عليه وعمله غير مقبول، وإن كان صلاة وإن كان صياما وإن كان ذكرا ولم يأت به النبي صلى الله عليه وسلم فعمله مردود. وهذا قد حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود
كل عمل. لم يقل إذا كان العمل صالحا، لم يقل إذا كانت نية العبد حسنة، لا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، لم يأت به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مردود على صاحبه ولا يقبل منه، بل يكون آثما لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث جابر في خطبة الحاجة، ويقول وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، أي بدعة أحدثت في دين الله عز وجل فهي ضلالة، أي بدعة أحدثت في دين الله عز وجل فهي ضلالة مردودة على صاحبها. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بدعة حسنة وبدعة سيئة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هذه البدعة صلاة أو ذكر لله عز وجل فهي مقبولة. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هذه البدعة صاحبها ذو نية حسنة ومقصد حسن فهي مقبولة وهي طيبة وهي حسنة وليست بضلالة، بل قال كل بدعة ضلالة. وما أحسن المثال الذي ضربه لنا ذلك التابعي الجليل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، عندما جاء رجل يريد أن يصلي بعد صلاة الفجر صلاة نافلة مطلقة، فأمسك بيده وقال له لا تفعل. فقال ذلك الرجل أتظن أن الله يعذبني بصلاتي؟ وما أكثر هذه الشبه عباد الله. يؤتى لذلك الرجل فيقول له ما ينبغي أن تذكر الله عز وجل بهذه الطريقة، فيقول أتظن أن الله عز وجل يعذبني بسبب ذكره؟ وماذا في الذكر؟ نحن نذكر الله عز وجل. فيجاب عليه بمثل ما أجاب سعيد بن المسيب: لا، لن يعذبك الله عز وجل بصلاتك. ويقال لذلك الذي أتى بذكر مبتدع أو بصلاة مبتدعة أو بصيام مبتدع أو بغير ذلك من البدع، لن يعذبك الله عز وجل بسبب صلاتك وذكرك وصيامك، إنما يعذبك الله عز وجل بمخالفة هدي نبيك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أين تذهب بهذه الآية؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قدوتنا وأسوتنا هو حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا نغتر بخشوع الخاشعين أو بزهد الزاهدين، لا عباد الله، لا تغرنا المظاهر، بل ينبغي علينا أن نبحث عن هذا الأمر، هل فعله رسول الله؟ لا ينبغي لنا أن نهتم بالمظاهر أو أن تلهينا الأقوال المزخرفة، لا عباد الله. قد يأتي رجل ويقول يبكي ويعظ الناس وعليكم أن تفعلوا كذا وأن تفعلوا كذا، والناس يتأثرون بالموعظة ويسمعون كلامه ويرون أن هذا عمل صالح، ذكر لله عز وجل وغير ذلك من الأعمال،
لكن هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل جاءت في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا جاءت فعلى العين والرأس، أما إذا لم تأتي لا نقبلها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نحن علينا أن نتبع وليس علينا أن نبتدع، علينا أن نتبع فقط كفينا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، فكما يعلم الجميع أننا في هذه الأيام التي هي آخر أيام هذا الشهر المبارك، آخر أيام هذا الشهر المبارك، وهي أفضله، فالعشر الأخيرة من رمضان هي أفضل أيام رمضان، ولياليها أي ليالي العشر هي أفضل ليالي السنة، لأن فيها ليلة هي خير من 1000 شهر. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها، كما جاء ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأخيرة ما لا يجتهد في غيرها. وجاء أيضا عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر. فهذا الذي ينبغي علينا عباد الله، أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون قدوتنا عليه الصلاة والسلام. فينبغي علينا أن نغتنم هذه الأيام، وهي أيام قلائل. نعم عباد الله، بينما قبل كنا ننتظر قدوم هذا الشهر، ها نحن عباد الله نكاد أن نودع هذا الشهر، فلنغتنم ما بقي من أيامه، ولنحرص على ألا يفوتنا شيء من هذا الوقت إلا ونحن في طاعة لله عز وجل: ذكر، قراءة للقرآن، صلاة، وغير ذلك عباد الله من الأعمال الصالحة، حتى أن العبد يستطيع أن يجعل كل وقته في طاعة الله عز وجل، حتى نومه يكون طاعة لله عز وجل. كيف ذلك إذا تعب العبد فأراد أن يتقوى على طاعة الله، ولا يكون ذلك إلا بالنوم، فإن نومه عبادة وطاعة لله عز وجل. نوى النوم لأجل أن يتقوى على عبادة الله وأن يتقوى على طاعة الله، فإن ذلك يكون عبادة. فهذا الواجب علينا عباد الله في هذه الأيام، أن نجد وأن نجتهد وأن نغتنم الأوقات أيما اغتنام عباد الله، وخاصة الليالي أن نحييها، لا نجعلها كغيرها من الليالي، لا نجعل هذه الليالي كغيرها من الليالي نوم أو سهر، أكثرها نوم أو سهر فيما لا يعود علينا بالنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل ربما يعود علينا بالضرر. لا عباد الله، هذه الليالي نحييها، نكثر فيها من قراءة القرآن، نكثر فيها من ذكر الله عز وجل، نكثر فيها من الصلاة ومن صلاة النافلة. نعم
نعم عباد الله. وكذلك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه عبادة وهذا ذكر. نعم عباد الله. إذن فلنغتنم هذه الليالي، قليلة عباد الله، قليلة، هي ليال معدودة تنقضي وفيها ليلة خير من 1000 شهر، ما يقارب 83 سنة، ما يقارب 83 سنة ليلة واحدة تقومها عبد الله، يكتب لك أجر عمل 83 سنة، وأنت تعمل في هذه السنين كلها في طاعة الله عز وجل وفي ذكر الله عز وجل. فلماذا يثبتنا الشيطان ولماذا يؤخرنا الشيطان؟ فلنقم هذه الليالي كلها عباد الله. إذا احتاج أحدنا إلى نوم ينام إلى ساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين ليتقوى على ذكر الله عز وجل، ليتقوى على قراءة القرآن. نعم عباد الله. فمن قام جميع هذه الليالي أدرك ليلة القدر، من قام جميع هذه الليالي أدرك ليلة القدر وقد أدرك خيرا عظيما. من أدرك ليلة القدر فقد أدرك خيرا عظيما، والله خير من 1000 شهر، من 83 سنة. وكما قال الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله: إن كان رمضان قد ذهب أي أكثره فما بقي فهو الذهب، فما بقي فهو الذهب الخالص. بقيت ليال فيها ليلة خير من 1000 شهر. فإن كان ذهب معظم رمضان فإنما بقي هو أعظمه، فإنما بقي هو أفضله. نعم عباد الله. فلنقترم هذه الأيام، علنا إذا أكملنا هذه الأيام لا ندرك مثلها في السنة القادمة. نعم، ما يدري أحدنا متى يموت وكم يعيش. إذن عباد الله فلنستعد للقاء الله عز وجل، ولا يكون ذلك إلا بالإقبال على الله عز وجل وبالإكثار من الأعمال الصالحة. نعم عباد الله، الدنيا فانية، الدنيا سوف تذهب، الدنيا تزول. نعم عباد الله، كم ممن كان قبلنا عباد الله ممن ملك الأموال، ممن ملك الأموال الطائلة أو كان ذا منصب وجاه، أين ذهب؟ تحت التراب موسد ومنتظر مع عمله، كل مرهون بعمله. لم ينفعه مال، لم ينفعه بنون، لم ينفعه منصب، لم ينفعه جاه، إنما لا ينفعه إلا إذا كان عمل عملا صالحا. أما إذا كان غير ذلك فلا يلومن العبد إلا نفسه، فلا يلومن العبد إلا نفسه. فلنتق الله عز وجل عباد الله، فلنتق الله في هذه الأيام ولنقتنمها خير اقتنام، ولنجتهد فيها خير اجتهاد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم أعنا على قيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن صاموا رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قاموا رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم واجعلنا ممن الذين يقومون ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ارفع ما حل بهم من هذا البلاء، اللهم ارفع ما حل بهم من هذا البلاء، اللهم ارفع ما حل بهم من هذا البلاء. اللهم إنه قد مسهم الضر فارحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنه قد مسهم الضر فارحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم
اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واشف مريضهم وآو شريدهم وداوي جرحاهم. اللهم وتقبل من مات منهم شهيدا، اللهم وتقبل من مات منهم شهيدا. اللهم إن الجبابرة قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربنا صوت عذاب. اللهم إن الجبابرة من اليهود والظالمين والمشركين والنصارى والمعتدين قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم صوت عذاب. اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين وجميع من ناصرهم وعاونهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم واجعل الدائرة عليهم يا قوي يا متين يا سميع يا عليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.